ماشي. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يعلم كنه ذاته العالمون. لو قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تسبح السماوات لعظمته وتسبح الأرض لقدرته وتسبح الجبال لعزته. الله ربي لا نريد سواه. هل في الكون حقيقة إلا الله؟ لا والله. الوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه. النمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه. الناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى ورب الكون ليس ينساه. وأصلي وسلم على خير خلق الله سيدنا النبي. كل اللي قاعد في الصوان لازم يصلي على سيدنا النبي، لأن كل الأعمال بين الرد والقبول نعم إلا الصلاة على سيدنا الرسول. يعني ممكن تصلي وصلاتك ترتد عليك، ممكن تصوم وصيامك يرتد عليك مش يقبل، ممكن تزكي وزكاتك ترتد عليك ممكن، إنما الصلاة على سيدنا النبي الله لا يردها. كل الأعمال بين الرد والقبول إلا الصلاة على سيدنا الرسول محمد. سيدنا النبي أشرف الأعراب والعجم. سيدنا النبي خير من يمشي على قدمي. سيدنا النبي زينة الدنيا وبهجتها. سيدنا النبي صاغه الرحمن على علمي. سيدنا النبي رويت بالنور طينته. سيدنا النبي لم يزل نورا من القدم. سيدنا النبي جاره والله لم يضم. سيدنا النبي طابت الدنيا ببعثته. سيدنا النبي صاغه الرحمن على علمي. سيدنا النبي تاج رسل الله قاطبة. سيدنا النبي خير رسل الله كلهم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اسمه دواء. اسمه ايه؟ محمد. ميم حق ميم دال ميم حق نعم تبقى محو. محى الظلمة، محى الضلالة، محى الكفر، محى العناد، محى الشقاق. ميم دال تبقى مد، ومد بالنور ومد بالخير ومد بالإسلام ومد بالإيمان ومد بالإحسان ومد بالعطاء. سيدنا النبي وأفضل منه لم تر قط عيني وأحسن منه لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا سلام يا سلام. أنا عايز كل اللي قاعد يصلي على سيدنا النبي، اللي بيحب سيدنا النبي يصلي عليه. أي والله أي والله أي والله. يا حبيب سيدنا النبي
دلائل قدرة حضرة الحق تجلت في كل شيء في كون الله. ترى الله فيك. انت بتقول يا عم الشيخ؟ بقول ربنا فيك، قدرته فيك. علشان كده ربنا قال ايه؟ وفي انفسكم نعم افلا تبصرون. الله الله الله. في نفسك اشياء انت لا تستطيع ان تفهم معناها. الجهاز العصبي واللي بيحصل فيه انت تملكه؟ امال مين اللي يملكه؟ انا عايز اسمع مين اللي يملكه. طب مين محركه؟ الله الله. الله اكبر. ماذا الجمال. يقول ربنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في الصين، عارف الصين اللي غزت الدول كلها بالمنتجات؟ كان من قيمة اسبوع كده تحديدا فيها فيضان اودى بحياة مئات وشرد آلاف البيوت. يعني ايه؟ مية. طب يعملوا ايه امام الفيضان؟ شوف اوتوا من العلم ما اوتوا، حتى ان سيدنا النبي قال اطلبوا العلم في الصين. الله، مين اللي قال لك يا سيدنا النبي ان العلم هيتطور في الصين؟ ما هي دي دلالة قدرة. من الذي كشف له الاحداث المستقبلية؟ من؟ اطلبوا العلم في الصين. الله، كانت الصين ايامها معروفة؟ ابدا. كان فيها علم وتقدم تكنولوجي ومعرفي؟ ابدا يا حبيب سيدنا النبي. وهذا من اعجاز السنة النبوية المباركة. الله اكبر. سنريهم اياتنا. حنفيات المية مين اللي ماسكها؟ تقدر انت تتحكم فيها؟ ربنا. اغلى شيئين لحياة الانسان ومقومات حياته الهواء والماء. صح صح يا عم الشيخ. الهواء اغلى من الماء شوية. انت ممكن تقعد يوم واتنين من غير مي، انما من غير اكسجين ابدا يا حبيب سيدنا النبي. واخد بالك؟ علشان كده اطلق الحق الهواء في الكون كله، يستنشق منه المسلم وغير المسلم، لان المسلم صنعة الله وغير المسلم صنعة الله. ولذلك ربنا بيقول في الحديث القدسي ايه؟ مش هقوله الا لما تصلي عليه. بيقول ايه؟ عبدي نعم يا رب خلقت الاشياء كلها لك. انت مش عارف ان كل حاجة مخلوقة الك؟ كل مقومات الكون خلقت لك انت. وبعدين يا رب ركز، وخلقتك لي. يبقى كل شيء في الكون خلق لمن؟ ما ترد علي، إلك انت. طب انت مخلوق لمين؟ لله. لله. وما خلقت إلا ليه؟ ليعبدون، للمعرفة. رأيت ربي بعين قلبي فقلت حقا لا شك أنت الذي حزت الكمال كله بحيث لا أين أنت.
انت الذي لا يدرك الانت الا، ولا يعلم الانت الا، ولا يعلم الانت اين انت الا انت، فسبحانك لا اله الا انت. انت المسبب والمسهل والمساعد، انت العليم بما بلين به وانت علينا شاهد، انت الرقيب على العباد وانت في الملكوت واحد، انت المنزه يا بديع الخلق عن ولد ووالد، من مالك الملك. يا سلام. يبقى الهواء، تعرف لو الهواء ده بصلي ربنا ملكه للبشر، كانت بقت انبوبة الهواء ب1000 جنيه، لانك انت ممكن تستغنى عن الغاز ب40، انما الهواء نعيش ازاي حياتك فيه؟ علشان طلقت القدرة لم يمكن احدا في الكون في الاكسجين، اللي متحكم فيه مين؟ ما تسمعني يا اخي انت خزانة تقول الله. اللي متحكم فيه مين؟ الله. طب ايه رأيك نسبة الاكسجين ان زادت عن نسبة معينة في الكون يحترق الكون؟ واخد بالك يا سيدنا؟ مين اللي نظم النسبة؟ النسبة دي ما تعديش 21. ان زادت الاشتعال يتم، تجيد اي حاجة يحدث اشتعال في الكون. امال احنا عايشين بنعمل ايه؟ احنا عايشين مش واخدين بالنا من دلائل قدرة حضرة الحق. اي والله يا حبيب سيدنا النبي، رأيت الله في سري وفي جهري، رأيت الله في سري وفي جهري، كذا رأيته في منامي، رأيت الله في ساحات علم تقود مريدها إلى الأمام، رأيت الله في حجاج بيت أقاموا بالديار وبالخيام، فمن وهب الضياء لنور عيني من والله العظيم ما سامع حد، فمن وهب الضياء لنور عيني فمن وهب الضياء لنور عيني، ومن جعل الصلابة في عظامي. الله. المية بتدل على قدرة مين؟ وجعلنا، خلي بالك الخطبة غير راتبة لان على مش منهج الموت، خلينا نغير شوية، خدها كأنها محاضرة يا حبيب سيدنا النبي. المية مين اللي صنعها؟ وكل حاجة بتصنع من المية. وجعلنا من الماء كل شيء حي، وترى الارض هامدة. الله 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 الله. وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الله الله يا حبيب سيدنا النبي. رجل من الناس المتكبرين المتغطرسين اللي مش عاجبه دين ولا عاجبه صلاة ولا عاجبه ربنا، واخد بالك يا حبيب سيدنا النبي، بيتهكم على بعض العلماء، بيقول له اوعظني يا شيخ، ركز اوعظني. فالشيخ هيقرأ له قرآن؟ ابدا. قال له ربنا رفع السماء ووضع الارض ونصب الجبال واظلم الليل واضاء النهار وخلق ما يرى وخلق ما لا يرى. ربنا على بعلوه ودنا بدنوه وقهر خلقه بسلطانه ابدا، مع ان اللي عمل دي كله مين؟ ربنا. انما حد بيديله موعظة بليغة، عمل ايه؟ عمل ايه؟
الراجل طلب كوب ماء، كوباية، شايف الكوباية المية دي؟ طلب يشرب مية. بصلي، اللي بيحب النبي يبصلي، واللي مش بيحب سيدنا النبي يبعد بعيد عني. ها اما وجعكوا بقى، يعني ينت ما تصلي على سيدنا النبي، صلي على الحبيب، صلي على الطبيب، صلي على المصطفى، صلي على المقتدى، صلي على المرتضى، صلي على امام كل امام، صلي على بدر التمام، صلي على سراج الظلام، صلي على سراج افق الالوهية، صلي على سر استواء الرحمانية، صلي على افضل الخليقة الانسانية، صلي على معدن الاسرار الربانية، صلي على صاحب القبضة الاصلية، صلي على صاحب البهجة السنية، صلي على صاحب الرتبة العلية سيدنا رسول الله. جاب له كوباية المي. لمين؟ للرجل اللي مش مؤمن. الرجل العالم المسلم قال له اتفضل كوباية المي علشان انت مش عايز تشرب. قال له اتفضل. بص لي، شوف العلماء كانوا بيعملوا ايه وبيدللوا على ربنا ازاي. قال له ايه رأيك لو انت طلبت كوباية المية ده ايه، بص لي بالله عليك تبص لي، ومش لقيت كوباية المية دي تعمل ايه؟ قال له ده اني ابيع نص ملكي كله علشان اشرب كوباية المية دي. طب قال له هسألك سؤال تاني. قال له اتفضل. قال له لو طلبت كوباية المي وجبنا لك كوباية المي وشربت كوباية المي وجيت تصرف كوباية المية الحنفيات انقفلت مش هتصرفها تعمل ايه؟ قال له ده اني ابيع كل ما املك علشان اصرفها. قال الحمد لله الذي جعل ملكك كله لا يساوي شربة ماء ولا تصريفها. علماء يا ابني، علماء يا حبيب سيدنا النبي. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على المملكة، يا عيني على الإرادة، يا عيني على طلاقة القدرة. الله اللي جسمه مش يقشعر واني بقول الله يبقى عايز عملية، عايز عملية سريعا في معرفة ربنا. لأن الحجارة لما بتسمع كلمة الله بتخشع. وإن من الحجارة نعم لما يهبط من خشية الله. امال ايه يا حبيب سيدنا النبي؟ اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، يعني كانوا ملتصقتين، السما دي والارض كانوا حتة واحدة، ففتقناهما يعني فصلناهم، خلينا السما لروحها والارض لروحها. من الذي فعل ذلك؟ برضو نعسانين مش عايزين يقولوا الله. من الذي فعل ذلك؟ الله. اسم لصاحبه كل جلال. الله اسم لصاحبه كل كمال. الله اسم ترفع به الدرجات. الله اسم تسكب لأجله العبرات. الله اسم تغفر له الخطيئات. الله ما وضع على الأرض إلا واستقرت، ولا على الجبال إلا رست. الله اسم لصاحبه كل جلال. الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وحد
وحد من امره بين الكاف والنون. يا سلام يا سلام يا سلام يا حبيب سيدنا النبي. سيدنا الامام الشافعي سمع كلام جديد والله، وقولوا له يا امام ايه الدليل على وجود ربنا؟ برضو سيدنا الامام ما قالش السماء والارض وما قالش. يا سلام بالله عليك قال لهم احفظها مني، احفظها وعلمها لاولادك وعلمها لبنات. جاب لهم سيدنا الامام الشافعي معايا ورقة توت. ورقة ايه؟ سمعني يا سيدنا، سمعني يا اللي واقف، سمعني يا اللي بتبص لي، سمعني يا اللي انت مبسوط. طب والنبي انت ما تكلمش اللي جرى تبص لي. جاب لهم ايه؟ ورقة توت. مين؟ سيدنا الامام الشافعي. قال لهم ايه رايكم؟ قالوا له نعم. قال ورقة التوت دي بتاكلها دودة القز بتطلع ايه؟ قالوا له بتطلع حرير. قال ماشي. الله، ورقة التوت دي تاكلها النحلة. النحلة بتطلع ايه؟ ردوا. قالوا بتطلع عسل نحل. قال الله، قال هي الورقة بتاكلها الغزالة. الغزالة بتطلع ايه؟ قالوا له مسك. قالوا له طب بتاكلها الشاة بتطلع ايه؟ لبن. قال والورقة واحدة. من مالك الملك؟ انتوا عايزين ادلة غير كده؟ الله. اسألوا واحد من العلماء. الله، انا عايز كل اللي قاعد يصلي على سيدنا النبي سجل يا ابن الخطبة دي ونزلها على النت الليلات. نعم، مش عاد ولا كرسي انيمال يقف ما تصلي على سيدنا النبي. اللي عايز يمشي يمشي يتوكل على الله. انا متأكد الناس دي مش ماشي. صلي بينا على سيدنا النبي، صلي على سيدنا النبي. واحد من العلماء المستشرقين بيقولوا هو ربنا اتكلم عن الطيارة واتكلم عن البخرة واتكلم عن الاتوبيسات والعربيات. قال اي اتكلم عن اكتر من كده. حبيبي يا سيدنا النبي، حبيبي يا سيدنا النبي، حبيبي يا سيدنا النبي. قالوا له ازاي؟ قال اسمع، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. كل شيء يأتي من هنا إلى يوم القيامة، كل مستحدث، كل مطور، كل صنعة ستأتي في أيامنا أو بعد مماتنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تحت قول حضرة الحق ويخلق ما لا تعلمون. يبقى لسه في حاجات كتير كتير كتير. الزلزال لما حصل في اندونيسيا موت 10,000 واحد، هزة ارضية. طب اللي ماسك الارض مين؟ يقدر حد يحوش الهزة دي؟ اي قوة عسكرية في الكون كله؟ ابدا. الهزة دي اللي بحركها ربنا اذا زلزلت الارض زلزالها الله، اللي مثبتها ربنا واللي بزلزلها ربنا واللي هيرخصها ربنا واللي هينورها ربنا واللي هيكرمها ربنا بشرط واحد، احنا نتعلق بربنا ونتوكل على ربنا ويبقى يقيننا في ربنا كبير. ايه رأي؟ حصل زلزال في عصر سيدنا عمر، كان قاعد في الجامع وضرب الارض والبيوت بدأت تقع. دخل الناس على سيدنا عمر يا ابن الخطاب، الارض بترتج من تحت. يعمل ايه سيدنا عمر؟ مسك درة حتة جلدة صغيرة وضرب بها الارض وقال اثبتي ايتها الارض فان عليك عمر
فثبتت الارض بقدرة من؟ الله. هقف دقيقة واللي عايز يتوكل على الله يتوكل، وبعدين اكمل بعد الدقيقة على بال ما اشرب مي. فاصل ونواصل. جميل خالص. في اجمل من كده؟ وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدنا. خدام خدام. عينيا إليك. خد كارت مني واكتب لك عليه وروح له وقول له الشيخ محمد ابو فودة اللي بعت. انت هتدخل بالكارت ده وانا هديله تليفون، بس يبقى تعالى خد كارت. الكارت مش معي دلوقتي، اديله كارت. اكتب فيه اللواء بتاع شركة المية توصية كده. ماشي تحت امرك يا سيدي. اعمل له توصية يا سيدنا الشيخ. صلوا على سيدنا النبي. ما يلا تصلوا على سيدنا النبي. اسمع ما اقول لك. دي مش ساقعة، انا جايبها باردة. في ناس كتير هنا عصرت جد الشيخ احمد ابو فودة رضي الله عنه. كانت بلد ولاد صقر بقى والعبد كله. كان رجل نحسبه من الصالحين ولا نزكيه على الله. جماعة داخلين عليه، ها قولوا يا عم الشيخ تشهد وراك الا كتر الصلاة على سيدنا النبي. يعني كل ليلة جمعة وليلة اثنين كانوا يقعدوا يصلوا على مين؟ خلصت الحاجات دي، انتهت من زمان. ناس عادت تتنجور عليه، مش عاد عجبهم. رخر ايه؟ ربنا بيديهم زي ما هم عايزين، مظبطهم تمام، خليهم ملهيين في الدنيا موت. هيجيب عيش ولا هيجيب طماطم؟ ما تصلي على سيدنا النبي. خلي بالك كله شغل ربنا. المتحكم في الكون كله مين؟ واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في افعاله. لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال والجمال والكمال. اسمه اسمع، اسمه الله. ايه يا عم الشيخ احمد انتوا مش عاد وراكم الا الصلاة على سيدنا النبي؟ فقال لهم الشيخ ايه؟ قال لهم الصلاة على سيدنا النبي دي بتخلينا نشوف سيدنا النبي يقظة ومناما. اعيدها تاني. بتخلينا نشوف سيدنا النبي في اليقظة وفي المنام. ازاي دي؟ عايزة تفسير. وقال لهم ايه؟ اسمع دي اول مرة تسمعها في تاريخ حياتك، ولا على التلفزيون ولا على النت ولا حتى في كتب الازهر. قال لهم الشيخ اللهم صل على رسول الله نبي الهدى صلاة نفوز بها في غدا ونسعد بها ونكيد العدا، صلاة تفوق جميع الصلاة عليه مكررة سرمدا، عدد الحصى والثرى والرمال وموج البحار وقطر الندى وإعداد شعر ورش الطيور وأنفاس خلق بطول المدى، وعدد الملائكة القائمين كذا الراكعين مع السجدا، وعدد حروف الكتاب الذي أتانا وكنا به نهتدى، وعدد الصلاة وفضل السلام ونور الصباح إذا ما بدا، وما هب ريح على بلد
مادة وما طار طير وما غردا، وبارك عليه بتعداد ما ذكرنا من العد يتجددا. فلله حمد على ما وهب من الخير يجلي العمى والصدى. فيا خير باب لمولى كريم وخير حجاب حجبت العدا، فكن لي شفيعا يا نبي في الزحام، فكن لي شفيعا يا نبي في الزحام، يكن لي شفيعا يا نبي في الزحام. يا خير من يرتجى في غدا، يا خير من يرتجى في غدا. وألفي صلاة وألفي سلام، وألفي صلاة وألفي سلام على أحمد محمد نبي الهدى. شوف الرجالة، رجالة رجالة عارفة ربنا، مش رجالة ما هياش رجالة. حجم الدنيا إلها رجالة والآخرة إلها رجال، وربنا اتكلم عن رجالة الآخرة قال ايه؟ ذكرهم بالرجال في 6 مواضع من كتاب الله. ذكر اسم الرجال وقال ايه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ايه؟ عن ذكر من؟ اسمع، عن ذكر من؟ عن ذكر من؟ عن ذكر الله. في رجال اهل طهارة اهل مدد، فيها رجال ايوه يا رب يحبون ان يطهروا. وعلى الاعراف رجال، دي كلها رجالة، دي كلها رجالة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. دي رجالة ربنا، دي رجالة يا ربنا يا حبيب سيدنا النبي. اطرق باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون، واعلم ان ما قدر لك سوف يكون. ايها الموحدون من المقدر ولا يتقدر؟ الله الله. فكل شيء، نعم كل شيء في كون الله يدل على قدرة من؟ في امريكا منذ شهر حصلت حرائق في الغابات، بصبوص كده طلع من عند ربنا شغل الغابات. ايه ده؟ حرائق، ولا تكنولوجيا ولا حاجة عارفة تطفي. مين اللي ماسكها؟ دي ايات يا حبيب النبي. لو ان الكون سار على طبيعة واحدة لكانت الخلقة طبيعة. امال الزلازل ايه والبراكين ايه واللي بيحصل دي ايه يا عم الشيخ؟ دي احداث تحدث في الكون تدل على ان للكون مالك خالق صانع اسمه الله. بتدلل على قدرة ربنا يا حبيب سيدنا النبي، بتدلل على قدرة ربنا يا حبيب سيدنا النبي. الصالحون اعطاهم الله ما لم يعطوا، وكرمهم ونورهم وفتح لهم. يا حبيب رسول الله كن مع الله يكن الله معك. يا حبيب النبي غاية كل متحرك، هختم بيها، اختم بالمقالة دي بس يا ريت تسمعها، يا ريت تسمعها، يا ريت تسمعها. غاية كل متحرك الى سكون. يعني ايه؟ يعني كله هيموت، كل اللي بيتحرك على الارض هيموت، انس جن حيوانات طيب. يبقى غاية كل متحرك. لو طلعت من الدرس ده وبالكلمتين اللي انا هختم بيهم دول يكفوك طولة عمرك. غاية كل متحرك، نعم، الى ايه؟ ها؟ سكون. كبير صغير
وزير غفير كله هيموت. انك ميت. تمام 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 تمام. الله. ونهاية كل متكون ألا يكون. العمارات والدنيا والفضل كله راي. إنا نحن نرث الأرض ومن يخرد علي. إنا نحن نرث الأرض ومن ما فوق الأرض ملك. قل لله ما فوق الأرض ملك وما تحت الأرض ملك وما بين السماء والأرض ملك لله. تاني غاية كل متحرك مش هتطلع اللي حافظها. غاية كل متحرك إلى سكون. وبقى اقول عم الشيخ محمد ابو فودة قال لنا الكلمة دي اول مرة اسمعها في حياتي. غاية كل متحرك الى سكون موت. ونهاية كل متكون ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وغاية كل متحرك الى سكون ونهاية كل متكون ألا يكون. خلي بالك. فبقول لك إذا كان غاية كل متحرك إلى سكون ونهاية كل متكون ألا يكون فلما التهالك على الهالك. تاني بالله عليك تاخد بالك بالكلمتين دول. فلما التهالك على الايه؟ على الهالك. فلما التهالك. هو فين الهالك يا عم الشيخ؟ كل شيء هالك الا التهالك على المال. المال هالك. التهالك على الارض. الارض هالكه. التهالك على الطين. الطين هالك. التهالك على الفلوس. الفلوس هالك. التهالك على البيوت. البيوت هالكه. التهالك على الوظائف. الوظائف رايحه. التهالك 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 التهالك. كل شيء هالك الا. طب يا عم الشيخ نتهالك على ايه؟ بص سبب مشكلة الأمة الإسلامية كلها من مشرقها لمغربها وسبب المشاكل اللي فيها التهالك على الهالك. التفجيرات اللي في العراق عشان التهالك على الايه؟ رد علي. على الهالك. اللي بيحصل في ليبيا تهالك على الهالك. اللي بيحصل في مصر تهالك مش لله والله على الهالك. اللي بيحصل في اليمن تهالك على الهالك. اللي بيحصل في باكستان تهالك على الهالك. واللي بيحصل في باكستان وافغانستان تهالك على الهالك. اللي بيحصل في سوريا تهالك على الهالك. طولة ما بنتهالك على الهالك هيوكلنا المالك للهالك. طولة ما بنتهالك على الهالك هيسيبنا المالك للهالك لما نهلك ارواحنا. امال نعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه؟ بدلا من ان تتهالك على الهالك علق قلبك وتهالك على المالك. فاذا ما تهالكت على المالك اعطاك المالك كل هالك. فاذا ما تركت المالك وكلك الله الى كل هالك ولن تأخذ منها الا ما قسم لك. صح؟ اعيدها تاني؟ لا انتوا حرين بقى. يلا ندعي. اللهم ارحم موتنا. نعم الراجل اقسم علي اجين. شوف انا حافظ انجليزي ازاي. اجين يعني كرر. ما تصلي على سيدنا النبي. غاية كل متحرك الى سكون يعني كله هيموت. مش تتعب نفسك. مش تتعب نفسك يا حبيب سيدنا النبي. اي والله اي والله. شوف سيدنا الامام علي لسه كاتبها من 5 دقايق. بيقول لا تشتكي من الايام فليس لها بديل. مش تشتكي من الايام
علشان ملهاش ايه بديل. ولا تبكي على الدنيا ما دام نهايتها رحيل، كله هيموت. واجعل ثقتك بالله ليس لها مثيل، وتوكل على الحي القيوم فإنه على كل شيء وكيل. وأكثر من الاستغفار فإنه للهموم يزيل. ولا تنس لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه إذا حل البلاء بها كفيل. غاية كل متحرك إلى سكون، ونهاية كل متكون كله رايح، كله رايح. ارضى اخشع. شوف ربنا عايز منك ايه. هتموت وبعدين قضية كبيرة مش هيحلها الا ربنا. غاية كل متحرك الى سكون، ونهاية كل متكون الا يكون. فاذا كان غاية كل متحرك الى سكون ونهاية كل متكون الا يكون، فلما التهالك على الهالك؟ فين الهالك؟ كل شيء هالك الا اللي عايزين السمعة، واللي عايزين الرياسة، واللي عايزين الارض، واللي عايزين الطين، واللي عايزين الفلوس. تهالك على الايه؟ موت، فجر، كسر، خرب. انما لو تهالكت على المالك لملكك المالك كل هالك. جميلة بالله عليك، جميلة. سمعتها قبل كده؟ اتحاسب، اجريتها في الكلية في المعهد، اتحاسب. دي كلام اهل الله. اللهم صب علينا الرحمات. مش سامع امين؟ اللهم صب علينا الرحمات. مش سامع امين؟ يا اخي علشان خاطر سيدنا النبي قول امين. طب ليه؟ يمكن ربنا يقبل منك، يمضي لك، يمضينا معاه. ودي قيمة الدعاء في جماعة، ان ربنا يقبل واحد ياخد الكل علشان خاطره. سيدنا النبي قال كده؟ ايوه قال كده. انا اقول وانت تقول يا الله. يا مالك الملك. الجبهة دي ولا واحد بيقول منها يا الله. يا خالق الخلق. لا، انا عايزها كده بحنان، حنان يطهر الروح والقلب. يا الله. اسم يا الله ده الله. ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر من؟ اتلين، تخشع. يا سامع الدعاء. اسمع. اللي بيحب سيدنا النبي يعلي صوته. يا سامع الدعاء. مش تخزى. يا سامع الدعاء، يا قابل الرجاء، يا سامع النداء، يا مجيب الدعوات، يا مجلي العظيمات، يا ساتر العورات، يا غافر الزلات، يا جليس الذاكرين، يا أنس الموحدين، يا أرحم الراحمين. أمة الإسلام، الأقصى يا الله، الأقصى يا الله، الأقصى يا الله، الأقصى يا الله. رد المعتدين، رد الظالمين بجودك يا جواد يا كريم. يا واسع العطاء، يا كاشف الغطاء، يا غافر الخطا. ارحم موتى المسلمين، ارحم الحج ام محمد يا رب العالمين. اجعلها في اعلى درجات الجنة مع سيد السادات. اكرم نزلها، وسع مدخلها، جاف الارض عن جنبيها. اللهم لا تخرج احدا الان من هذا المكان
إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه وفرجت كربه. اللهم فرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين وارفع الضيق عن أهل الله يا رب العالمين. سر سيد الأولين والآخرين، سر أسرار الفاتحة. معلش أنا طولت علشان هم قالوا ما فيش قراية وكمل يا عم الشيخ وكده، اوعى تزعل مني، سوقت عليك النبي ما تزعل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.